الرياح حاجة كل يوم بنتعرض لها سواء كانت قوية أو ضعيفة، وفي بعض الأحيان وفي أوقات معينة بنتعرض لرياح عاصفة قوية بتشبه الأعاصير. بس عمرنا فكرنا الرياح دي مصدرها إيه أو بتيجي منين وبتتكون إزاي؟ اتفرجوا على الفيديو ده علشان تعرفوا إزاي بتتكون الرياح والأعاصير. ولو انتم أول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. بنسمع دايما في النشرة الجوية عن سرعة الرياح وشدتها والفروقات بين مناطق ومناطق تانية في العالم في الرياح، وازاي ان بعض الرياح دي من شدتها بتتحول لعواصف وأعاصير. وبنقدر نعرف الرياح عموما انها هواء متحرك بيحصل لما يحصل تغير في درجات حرارة الهواء، وبينتج عنه فروقات في الضغط الجوي، وبالتالي كثافة الهواء نفسه بتتغير، ولما يحصل كده الهواء بيتنقل من منطقة الضغط المرتفع لمنطقة الضغط المنخفض. وعلشان نشرح الموضوع بشكل أكبر فنقدر نقول إن الهواء اللي بتسخنه الشمس كثافته بتقل فبيرتفع لفوق وبيحل محله هواء أقل في السخونة، أو نقدر نقول إن الهواء البارد بيتحرك من منطقة الضغط المنخفض لمنطقة الضغط العالي علشان يحل محل الهواء السخن اللي طلع لطبقات جو عالية، وبالتالي بتنتج وتتكون الرياح. والهواء السخن ده لما بيطلع لطبقات الجو الأعلى بيبرد بسبب انخفاض درجات الحرارة فبينزل مرة تانية، وبتستمر الرياح بالشكل ده لحد ما يتعادل الضغط الجوي. بالنسبة للأعاصير بقى فكتير من مناطق العالم بتعاني منها كل سنة، وبالذات المناطق اللي جنب المحيطات. والأعاصير هي عبارة عن عواصف عنيفة بتحصل فوق المحيطات وبيطلق عليها اسم الأعاصير المدارية. الأعاصير بتتشكل فوق مياه المحيطات الدافية، لأن لما الهواء اللي بيلامس سطحها بيسخن بيرتفع لفوق وبيسبب منطقة من الضغط المنخفض تحتيه، وده بيؤدي لحدوث حاجتين، أولهم هو اندفاع كميات من الهواء من المناطق المجاورة ذات الضغط المرتفع، والتانية هي تراكم السحب الكتيرة بسبب رطوبة الهواء المرتفع. وبتستمر العملية دي تحصل وتتصارع مكونة دوامات من الهواء الرطب وفوقيها سحب كثيفة، وبتتراوح سرعة الدوامات دي ما بين 63 إلى 119 كيلومتر في الساعة. ودائما ما بتدور دوامات الأعاصير اللي بتتشكل شمال خط الاستواء عكس عقارب الساعة، والأعاصير اللي بتتشكل جنوب خط الاستواء باتجاه عقارب الساعة. وبتبدأ العواصف تدور بشكل سريع وبيتشكل في مركزها منطقة ضغط منخفض جدا، وبسبب تدفق الهواء جواها بتبقى أقوى منطقة في الإعصار وبتسمى عين الإعصار، ودي الطريقة اللي بتتكون بيها الأعاصير. وبتضعف الأعاصير لما بتصطدم باليابسة أو الأرض، وده بيخليها تفقد الطاقة المستمدة من مياه المحيطات الدافئة. لكن الأعاصير المحملة بالأمطار غالبا ما بتندفع نحو الأراضي القريبة من المحيطات وبتدمرها بفعل قوة وسرعة الرياح العالية جدا قبل ما بيهدى الإعصار وبيفقد طاقته بالكامل وينتهي. أتمنى تكون المعلومة وصلت وعرفنا إزاي الرياح والعواصف والأعاصير بتتكون وإيه هو مصدرها. قولوا لنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو.